قلنا في تونس الصوت واضح. السلام عليكم. هل الصوت واضح؟
ولا مفتدي يا إخوتي غنوا لنا اليوم نرفع راية استغلالنا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا باليمن والبركات. وإن شاء الله المولد الجاي من غير حكومة إنغاز يا رب. دعواتكم. التحية، كل التحية للإخوة المناضلين في أي مكان في أي زمان. التحية للغابدين على جمر الغدية سواء كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن. التحية لهم وهم بخوضوا حرب شرسة ضد نظام الطاغية البشير. التحية لكل من خاض الحرب الإعلامية أو الحرب الإلكترونية. وزي ما شايفين يا إخواننا اليومين دي النظام في أسوأ أيامه، ما قادر يصد هجمات ولا قادر يصد الهجمات الإلكترونية. أنا إخواننا بحيي أي زول شارك في العصيان، وأي زول عنده الرغبة يشارك. ما زال الأبواب مفتوحة ومشرعة، وزي ما شفنا الليلة الرئيس في كسلة كان بهرطق كيف. عفوا. دي بنسميها يا إخواننا فرفرة المذبوح. بعد شوية حيقول لنا والله دي أيادي خارجية، والله دي إسرائيل، واتفقوا مع كينيا ويوغندا، والكلام المستهلك من زمان. لكن نحن مشينا الخطوة الأولى وما بنتراجع. عفوا. مشينا واخواننا، ما في تراجع، خلاص المسيرة ماشية قدام، والشعب يريد إسقاط النظام. نحن هدفنا إسقاط النظام أولا وأخيرا. وطبعا زي ما الرئيس بهرتغ الليلة في كسل، هو طبعا ما سمع انه الناس عملت اذاعة والناس مشت اكتر من كده، وما قادر يفرق بين الفيسبوك والواتساب. يبدو انه مغيب يا اخواننا، الرئيس مغيب. التحية يا اخواننا لأجدادنا الذين ناضلوا من أجل البلد، من أجل استقلال البلد. في مثل هذه الأيام كان البرلمان السوداني بيناضل من أجل استقلال البلد، زي ما شفنا في سنة 1955 يا إخواننا كيف الناس ناضلت. وكان يوم 19 هو يوم مشهود.
الليلة في يعني في الأيام المباركة اللي لها ذكرى عطرة دي، بتيجي الإنغاز وبتكشف عن عوراتها إنه في 109 نايب. 109 نايب أمي يا إخواننا، 109 نايب. هم كم يعني؟ الناس دي معناها عدد لا نهائي من النواب. إخواننا سنة 55 البرلمان ما كان فيه زول أمي. سنة 55 الليلة يعني نحن في الألفية الكم؟ 109 نايب لا يعرف القراءة ولا الكتابة في برلمان البشير. يعني السواق السايق أكثر منه علم. إخواننا ديل الناس اللي بيغدونا، ديل الناس اللي بيرأسهم البشير. والله يا إخواننا حرام، حرام يا إخواننا. الناس دي طبعا ما بكونوا سمعوا بالفانيلة بتاعت ميسي، وما بكونوا سمعوا بسباق الفورمولا يا إخواننا. ده برلمان مغيب يا إخواننا. دي عبارة عن خشب، ما بشر ديل يا اخواننا. 109 نائب يا اخواننا، 109 نائب يعني كلام لا يعلم. كلام لا يعني. يا اخواننا نحن في القرن الكم يا اخواننا؟ فيدل كاسترو لما مات كوبا ما فيها زول امي جاهل. نحن اذا كان البرلمان جاهل فما بالك بالاخرين. عشان كده يا اخواننا لازم نتكاتف، لازم نتكاتف من اجل اسقاط النظام. انا يا اخواننا بدعو كل الناس، خاصة الاندية الرياضية يا اخواننا، الاندية بالذات جماهير الهلال وجماهير المريخ اللي كان لها دور في استقلال السودان يا اخواننا. وزي ما كانوا زمان الانجليز في نهاية كل مباراة كانوا برسل البوليس عشان يفرق الناس، لانه الناس كانوا بيتلاقوا وبيتكلموا عن الاستغلال وعن استغلال البلد وعن حال البلد. وزي ما شفنا لما الإنجليز قفلوا نادي الخريجين، انتقل نادي الخريجين إلى نادي الهلال. فيا إخواننا عشان كده الأندية الرياضية كان لها دور في استقلال السودان بنفس المنوال. نحن دايرين إنهم يشاركوا نجوم الدوري الممتاز، الأندية الجماهيرية، الهلال والمريخ خاصة الأندية الأندية الجماهيرية، مريخ الفاشر، آه، الأهلي شندي، كل الأندية يا إخواننا يا ريت يا ريت يا ريت تشاركوا معانا. و... وأنا بقدم الدعوة لكل شعراء بلادي يا إخواننا. زي ما شفتوا برضو الشعراء كيف تباروا في استقلال السودان. وبرضه بقدم الدعوة لكل الفنانين يا اخواننا، زي ما شفنا اكتوبريات محمد الأمين العظيم، الفنان محمد الأمين الموجود الليلة ده يا اخواننا. اكتوبر بتشهد له، محمد وردي الله يرحمه اكتوبر بتشهد له يا اخواننا. التاريخ بيسجل يا اخواننا، التاريخ ما بيرحم. اي زول لازم يشارك يا اخواننا، لازم تشارك لازم نشارك يا اخواننا من اجل اسقاط النظام الفاسد. آه، كل القوات النظامية، قوات الشرطة يا إخواننا بالذات، الشرطة في خدمة الشعب وليس في خدمة الأنظمة. وزي ما شفنا يا إخواننا إنه أكتر ناس مواهيهم ضعيفة وأكتر ناس معذبين هم ناس الشرطة. آه، انتوا بتحموا الحرامية. زي ما بس انا دايركم تقارنوا ما بينكم وبين ناس الجهاز الامني. ناس الجهاز الامني بياخدوا ملايين وانتوا بتاخدوا ملاليم، يعني فرق بعيد. اذا كان في ضربة خليل لمدرمان سنة 2008 كان اي واحد من جهاز الامن مؤمنين على حياته ب 80 مليون في الوقت ذاك، فما بالكم هسه حيكونوا كيف يا اخواننا؟ اخواننا لازم نتكاتف، لازم نتفق، لازم نضغط النظام يا اخواننا، لازم نضغط النظام باسرع ما يمكن يا اخواننا. خلاص خلاص يا اخواننا، 27 عام من الظلم، 27 عام من الفساد. لازم يا اخواننا. عشان كده انا بقدم الدعوة للناس ما شاركوا، يا ريت يشاركوا. ما زالت الابواب مفتوحة، ويا ريت كل زول يسجل اسمه بأحرف من نور في التاريخ الناصع ده يا اخوانا، يا ريت. شكرا جزيلا.